السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك بالقناة من يوميات مطبخ مولي. النهاردة بقى جاي لكم مشتريات الشهر كالعادة، وربنا ما يقطع علينا عادة ولا يقطع لكم عادة. النهاردة بقى نزلنا اشترينا مشتريات الشهر. كل اول شهر بنروح نجيب الخزين بتاع البيت اللي بيكفينا، واشتريت كمان شوية حاجات للمطبخ. انتوا عارفيني مدمنة حاجات مطبخ. طبعا انا اسعار انا مش متذكره لان كله في الشات بتاع كارفور. انا جيت اجيب زيت اللي هي الازازه اللي 2 لتر او اللترات، ما لقيتش طبعا خالص غير الحجم ده، لان انا بحب طبعا نوع آلية دوت في الآلية او الاكل او التحمير، فما لقيتش غير الحجم الكبير اللي هي ال4 لتر ونص، فجبت منها واحده. طبعا ما رضيتش اجيب اكتر من كده في الزيت، قلت يمكن ينزل اللي هي ال2 لتر ابقى اجيب. طبعا انا اولادي بيحبوا الكاتشب، كل مره اجيب الازازه ما بتقعدش، قلت اجيب الجيركن دوت بحاجه و80 او بحاجه و90. انا والله ما متذكره اسعار. فالنوع اللي هو كاتش دوت حلو جدا ممتاز، انا مجرباه قبل كده. جبنا الجيركن ال4 لتر وربع دوت اهوت، بيبقى 4 كيلو وربع، فنوع حلو جدا عن تجربه، يعني مش اول مره اجيبه، بس كاسعار والله ما متذكره. تاني حاجة معانا، انا طبعا ما بستغناش عن سمنة كريستال. المرة اللي فاتت لما رحت لقيت العلبة اللي هي ال2 كيلو، المرة دي رحت ما كانش موجود غير العلبة اللي هي ال3 ديت، عبوة التوفير، فانا جبتها. طبعا لما بنروح طبعا يا بتلاقي اللي بتلاقيه قدامك لازم تاخديه، يا الحجم الصغير يا الحجم الكبير، فطبعا عشان ما اعطلش نفسي بضطر اخد الموجود علشان امشي، مش حكاية صغير وكبير. ده بالنسبة سمنة كريستال البيضة، انا متعودة عليها ودايما بتعجبني. طبعا انا جبت كمان جبت واحده محلى حليب محلى مكثف. طبعا انا ندمت ان انا جبتها. انا دايما متعوده اجيب ابو كوس، النوع دوت طبعا نوع اماراتي، نوع حلو نضيف. مش متذكره اماراتي ولا سعودي، بس هو نوع حلو. طبعا مش موجود طبعا ابو كوس، فانا اضطريت ان اجيب نستيلا. انا جبتها من شهر او على ما اعتقد شهر ونص، كانت ب47 جنيه، انا جايبه دي ب71 جنيه. طبعا وانا جايباها وانا زعلانه لاني طبعا كتير جدا. هبقى اعمل لكم في فيديو تاني لوحده طريقه عمل الحليب المحلى المكثف، وحرام نجيبه بالثمن دوت. يعني انا بعد ما جبتها قلت خلاص مش هجيبه تاني، وهعمله في البيت الطريقه بتاعته الاصليه، طريقه حلوه جدا وبسيطه جدا وتعمل لك كميه حلوه. دي اللبن المحلى المكثف. طبعا انا ما بستغناش طبعا عن دقيق الضحى، لازم الدقيق يكون في اي بيت. بنحب نعمل قرص، بنحب نعمل بيتزا، البيتزا دي اساسي عندنا. المعجنات ما بنستغناش عنها. انا كان عندي كيسين في الضرفه، جبت عليهم كمان 2 كيسين الضحى دقيق، طبعا من احسن انواع الدقيق. ولا اقول بقى الدقيقه ما بتفرطش معايا في العجن، ولا الدقيقه فيها ولا بيها، لا، الدقيقه دي احنا مجربينها وعارفينها، والحاجه لما نكون مجربينها وانا ضمناها بطلع اتكلم عن المشتريات اللي انا مجرباها وعارفاها. طيب بعد كده معايا المكرونه بتاعتنا. انا كل مره بجيب الملكه، المره دي قلت اجيب ستار. طبعا انا اللي بلاقيه ساعات في انواع بعوزها من المكرونه ما بلاقيهاش في الملكه، بضطر اجيبها من ستار. كل نوع مكرونه في حاجه مختلفه عن التانية وحاجه بتبقى احسن. يعني مثلا لسان العصفور في شركه روجينا احلى بكتير، الحبايه طويله وتخينه، ولما تعمليها تحس ان العيل بياكل حاجه. فانا جبت معايا المكرونه الستار، ما جبتش من الملكه، جبنا كيلو اقلام، وجبت كمان معايا كيلو من الودعه ديت، وجبت كمان كيلو من الحلزونه. انا بحب الحلزونه جدا مع ان جوزي ما بيحبهاش، بس طبعا انا جبتها لان انا بحبها. طبعا بقسماط الضحى. طبعا يا جماعه بصوا والله مش يعني انا مش بعمل دعايه ولا الكلام ده، ماليش في القصص ديت، ربنا يعلم. انا الحاجه لما بتكون نوعها كويس وانا مجرباها وعارفه ان هي حلوه هقول لك هاتيها. يعني كيس بقسماط الضحى، انا بحب بقسماط الضحى جدا. اولا بيخلي
بتخلي البانيه فاتح جدا ومقرمش قوي، وريحه البقسماط حلوه كده، تحس ان هو صابح فريش. بصراحه الشركه دي ممتازه فوق الممتازه. عايزه تجيبي دقيق، عايزه تجيبي برغل، عايزه تجيبي مجربه الفريك بتاعها، مجربه كل البهارات بتاعتها، مجربه البقسماط. الشركه دي مجربه 3/4 حاجاتها. بصراحه حاجتها انت هتحط فلوسك في حاجه تستاهل، مش في حاجه بصراحه ما تستاهلش. فانا جبت كيسين من بقسماط الضحى. مناديل بيا انا بستغناش عنها طبعا، انا فتحته طبعا، انا بستغناش عن المناديل. حطيت واحده على الرخامه لسه فاتحاها من شويه، خدت بس واحد بكره. طبعا المناديل ديت 3 طبقات بتشرب الزيت وكويسه جدا، وكلمتكم عنها في فيديو قبل كده، ما بستغناش عنها في مشترواتي. والمناديل ديت نوعها حلو ما شاء الله، يعني تجيبيها بتستحمل كميه زيت كتير. لو انت قاليه بطاطس كتير، قاليه كيلو بانيه حتى، بتشرب كميه زيت كتيره، وما بتحتاجش ان انت تغيري مناديل كتير، يعني متوفره. الكيس ده او الباكت ده فيه 4 فوط مناديل مطبخ رولات، ده ب61 جنيه. تمام كده. جبت كمان علبة صلصة، كنت بحب اجيب علبتين من الهارف ريست النوع ده، اللي هي الحجم الاقل شوية علشان ما تبصش. فساعات ما بلاقيش النوع الصغير، بروح جايبة اللي هي الكبيرة ديت. دي مش عارفة نص كيلو ولا كيلو، لا دي 800 جرام، كيلو الا. بجيبها طبعا بستعملها واحط على طول على وشها زيت عشان ما يجرالهاش اي حاجة. طبعا الصلصة دي حلوة جدا لو انت بتعملي اي خضار وحطيتي معلقة اكل واحدة بس، بتخلي الاكل بتاعك احمر وجميل جدا، وما بنحتاجش ان احنا نحط كمية صلصة كتير. طبعا انا جبت برضو علبة مربى لولادي. مفيش غنى برضو عن علبة مربى. انا عامة ما بحبش الفراولة يعني، بس هم بيحبوا الفراولة. جبت واحدة فيتراك، انا بحب اغير يعني، مرة اجيب فيتراك ومرة تانية اجيب حلواني، يعني بين دي ودي الاتنين احسن من بعض، بس هم بيميلوا الفيتراك شوية عشان بتبقى حتت الفراولة فيها صحيحة اكتر عن الفيتراك، بيبقى كريمي شوية. جبت واحدة كبيرة. جبت تانية علبة جبنة ربع، مش ده النوع اللي انا كنت عايزاه، كنت عايزة نوع تاني ما لقيتش، جبت ربعين، فتحت ربع وادي ربع. جبت كمان طبعا مفيش غنى عن أبلة رودينا، طبعا مجنونة بالحاجات ديت، لازم اجيب لها ايس كريم. انا هعمل لكم فيديو قريب جدا عن الايس كريم، احتمال يبقى الفيديو التاني ان شاء الله باذن الله، بس انا يعني ايه حابه ان انا اعمل لكم طريقه تانية بالايس كريم مش بالجاهز، ان شاء الله تعجبكم وطعمه هيبقى حلو جدا. طبعا هي شبطت في الدريم شوكولاته، فانيليا، بيستاج اللي هو الفستق، جبت لها 3. وطبعا جوزي لازم يشبط، يعني بنتي هتشبط جوزي مش هيشبط، لا جبت له طبعا كريم كراميل اللي هو الباكتز اللي هو فيه الدبل ده، بيبقوا 2 أو 3 على ما اعتقد، مش متذكره. جبت لها كمان ولادي طبعا من عشاق الجيلي، الفراوله بالذات لما بحب اجيب الحجم دوت. الحجم ده موفر جدا، فيه 3 باكيتات بتعمل بتاع 2 4 6 أو 7 كوبايات كمان، لا 7 كوبايات كريم كراميل 70 اللي هي المج الكبيره. فبجيب ال3 اللي هي الباكتز ال3 ببعض دي، بتبقى اوفر في الفلوس وحلوه جدا. اخر حاجه معانا بقى، مش هقول انا اللي شبت، ما جوز اللي جاب ما علينا. طبعا انا دايما بفضل الكاكاو الخام في استعمالات الحلويات دايما. انا جبت الحجم دوت من كاكاو الخام. طبعا النوع ده كويس شويه، فيتامين ومضاد للاكسده وفيتامين ب3. طبعا ده نوع نضيف طبعا وغالي كمان مش رخيص. طبعا بس هو بس 100 جرام، فده مش هيكفيني طبعا لو انا بعمل صوصات، لاني بعمل صوصات كتير، هنحتاج صوصات وحاجات، فده مش هيكفيني. بصوا حجمها صغير ازاي، 100 جرام يعني مش كتير. طبعا الحاجات الاسعار الشهر ده غير الشهر اللي فات، انا بنزل وبجيب وبشوف الدنيا فيها ايه، الاسعار والله عاليه جدا الدبل. انا دايما بجيب كاكاو خام دريم، لقيتها ب35 جنيه، اللي كنت بجيبها ب15 جنيه وب20 جنيه، مفيش الكلام دوت، كل حاجه بقت الدبل. زي ما قلت لكم حتى اللبن الحليب المحلى المكثف اللي كنت بجيبها ب47 جنيه لقيتها ب71 جنيه، يعني الطاق بقى 2. فالحاجه اللي كنت خزين الشهر اللي متعوده تجيبيه ب2000، لا طبعا هتروحي وهتجيبيه ب4. هو نفس الحاجه اللي بتجيبيها هتروحي بدل ما كنت بتجيبيها ب2000 لا هتجيبيها ب4000، يبقى حرام الكلام ده والله العظيم. من ضمن بقى الحاجات اللي انا اشتريتها
وقلت لكم عليها ان انا اشتريت شويه حاجات للمطبخ. فانا ايه، انتوا عارفين يعني لازم ايه، ما اقدرش ما اجيبش اي حاجه للمطبخ. انا رحت اشتريت شويه حاجات للمطبخ كده، قلت برضو اطلع اوريها لكم، بس ايه احاول افضلكم شويه حاجات كده علشان افرجكم براحتي. بصوا بقى، انا عامله زي العيله الصغيره، اي حاجه بتعجبني بحب ان انا اشتريها، بس يعني تكون حاجه تستاهل مش اي حاجه. عجبتني الشفاطات ديت الوانها وشكلها. ان شاء الله هعمل لكم برضو فيديو جامد قوي عن المشروب اسمه مخيطو. ده مشروب بيتشرب في شرم او الغردقه او الحتت ديت، واحنا في الحر والصيف بنحب المشروبات اللي هي الطبيعيه الجميله ديت. فعجبتني الشفاطات دي، قلنا نعمل المشروب الجامد دوت ونحط فيه الشاليموهات الجامده ديت زي ما انتم شايفينها كده. بصوا، ده انا بجيب الحاجات دي عشان خاطر ولادي الاطفال، لو هو ما بيشربش عصير مشروب اي حاجه، فاحنا لما نحط لهم الشاليمو بالمنظر الجميل دوت في اي مشروب انت عايزه تشربوه له، يعني مثلا زي مشروب المشمش بنتي ما بتحبوش، احط لها الشاليمو، هي هتنبسط بيها وهتشربه بس عشان تجرب الشاليمو والحاجات دي. ودي برضو طريقه وحيله من ضمن الحاجات اللي ممكن نعملها لعيالنا، لو عايزه تشربيها عصير وهي مش راضيه، لا هضحك عليها بالشاليمو وهحطه لها في العصير وعشان يشربوه. طبعا حبيت اوريكم بس الشاليموهات قد ايه جميله. انا جبت دول، لا بصوا دول بقى اللي انا فاكره اسعارهم كانوا رخاص مش غاليين، كانوا عاملين اللهم صل على النبي 21 جنيه، يعني ما كانوش غاليين قوي. طبعا انا كنت عايزه اعمل الايس كريم. طبعا انا ما شاء الله عليا كسرت الاسباتيلا بتاعتي. رحت جبت اسباتيلا تانية علشان والله كنت جايباها كلها سيليكون، اتكسرت ازاي مني مش عارفه، ضغطت عليها اتكسرت من هنا كده. فعادي يعني احنا كل شهر لنا معلقه اسباتيلا بسبب الحاجات اللي بتتكسر وكده. فاديني جبت واحده تانية على الله تقعد وتعيش، ودي برضو كانت ب 29 حاجه زي كده. طيب انا بقى ايه، طبعا هعمل لكم فيديو الايس كريم. طبعا الجو حر وعايز ايس كريم وكلام من دوت. طبعا الكاسات اللي عندي اكتريتها كاسات طويله وحاجات من ديت، فانا عايزه اجيب كاسات حلوه تنفع للايس كريم. عجبتني البولات دي قوي وشكلها جميل جدا، قلت اجيبها نعمل فيها ايس كريم نشكله كده. وكمان اجيب الكاسات دي شكلها حلو لو حطينا فيها 3 بولات او 4 بولات من الايس كريم بالصوص بقى، اي نوع صوص احنا عايزينه. هعمل معاكم صوص الكراميل وصوص الشوكولاته ونزين الايس كريم بتاعنا زي ما احنا عايزين. بصوا شكلها جميل قد ايه، بصوا بولات صغننه جدا، عجبني شكل البوله صغيره خالص وجميله. بصوا ومش غالية خالص وفي متناول الايد، ممكن ان انت تجيبيها. ال6 بولات كانوا ب45 جنيه او ب47 جنيه، يعني فرق عبيط. يعني انا حاجة زي كده اللي دفعته حاجة و40 جنيه، يا 45 جنيه يا اما 47 جنيه، بس البولات تستاهل. بصوا جمالهم، يعني مش قادرة اقول لكم شكلهم عامل ازاي. بصوا الشغل فيهم شكله حلو جدا. جبت ال6 دول ب45 47 والله ما متذكرة. بس احنا ايه، قلت ايه اجيبوا البولات ديت نطلع فيها بالايس كريم. وجبت ايه تاني كمان، انتوا عارفيني طبعا بحب المعجنات موت، يعني احب بقى ايه ان احنا نعمل اي حاجة، نعمل معاكو اي حاجه غريبه بتشوفور، نعمل قرص. عجبتني الصينيه ديت جدا. بصوا حجمها كبير، طبعا انا عندي اكترية الصواني اللي عندي مدوره، انما الصينيه ديت حجمها عجبني جدا. الصينيه ديت حجمها 40 في 40 حاجه زي كده. وكان عنده كمان صواني الدهان، دي صينيه الدهان بصوا تقيله جدا ومحمله، عجبتني خالص. قلت يعني لو عندي عزومه وعايزه اعمل قالب جلاش هتاخد منك كيسين جلاش مرتاح جدا بصراحة. حجمها حلو، هعمل فيها فراخ هتاخد كمية الفراخ لو عندي عزومة او اي حاجة بتاخد كمية حلوة جدا. بصوا القالب دوت ما كانش غالي خالص، قولوا له هو غالي ولا مش غالي. طبعا انا اعرف واحد بيبيع صواني الدهان التقيلة الجميلة ديت، كان بيقول دي ب250، انا خدتها منه ب200 جنيه
خلصت فيها على 200 جنيه. طبعا كان عنده من القوالب ديت، قوالب الطويله اللي هي زي السيجان السمراء بتاعت الفرن، بس ديت اللي عجبتني وقلت خلاص انا هاخد ديت. خدتها ب 200، والصاج الطويل منها كان بيقول ب 300، يعني ممكن تاخديها منه على 250. فانا قلت طبعا عشان الفلوس اخد دوت واروح له مره تانية اخد منه صاج من الطويل، ينفع برضو مش هيخسر في المعجنات بتاعتنا اللي احنا بنحب نعملها او البيتزات. ودي كانت مشتروات النهارده، اتمنى ان مشترواتي تكون عجبتكم. لا اشوفكم بقى في فيديو تاني باذن الله ومشتروات جديده. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك والاشتراك بالقناه، واتمنى ان انتوا تفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل ما هو جديد من يوميات مطبخ مولي.